والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني، بطاطي اللي اغلى من حياتي. تعالوا تعالوا، وحشتوني. عاملين ايه؟ صباح الفل، صباحكم ورد وفل وياسمين. صباحكم فل وورد وياسمين على عيونكم، احلى واغلى متابعين على قلب حبايب قلبي. عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. يلا نشوف الفيديو النهارده عباره عن ايه وهنعمل يعني ايه. غاليين يلا على بينا. قلبي قوي قوي يعني. تحسي كده ان ولادي حواليا ما شاء الله. فزي ما انتوا شايفين بقى، كان عندي شويه خضره كده كنت جايباهم من السوق. لما باجي اجيب خضره بعمل حساب معايا الطيور بتاعتي. جبت بقى شويه خضره، اللي هو كزبره، شبت، بقدونس، البتاع اللي هو الكرفس، الكرات، الحاجات ديت. انا لما اكون بجيبها للبيت عندي بروح جايبه وعامله حساب للطيور معايا، عشان هما بيحبوا الخضره كتير. فجبت لهم كده، ولقيتهم بصراحة كان عاوز يتنضف لهم كمان المكان، بس انا كنت مشغولة قوي عشان كان عندي حاجات تانية في البيت تحت. ما كنتش موجودة في البيت زي ما قلت لكم، قعدت يوم بره في البلد. فكنت عاوزة اخلص بدري بدري مع الطيور وانزل اشوف ايه ورايا تحت. فقلت خلاص هبقى اشوف يوم تاني واطلع انضف لهم، وهبقى اصور لكم برضو وانا بنضف لهم وكده وهوري. بطاطي اللي اغلى من حياتي. بقول لكم ايه يا جماعه؟ محدش ياخدهم ويديني 5 جنيه. انا راضيه اخد، مع ان انا صرفت عليهم كتير قوي قوي قوي، بس شكلهم كده غريب، هي بقالهم كده اربع لقيت شهور مش راضيين عندهم يكبروا. الحلل بتاعتهم او المعين بتاعتهم فاضيه خالص. فحطيت لهم شويه ميه وجيت اقطع بقى الخضره، اتلموا عليا زي ما انتوا شفتوا، فقلت الهيهم بقى بشويه الاكل اللي كانوا في الحله دول حطيته لهم. بس طلعوا ايه، جعانين خالص يعني. كنت سايباهم يعتبر بقالي يوم بس كنت سايبه لهم اكل وخلص بقى من قدامهم. وبعدين جاعوا بقى يا عيني زي ما انتوا شايفين كده. بدأت بقى ان انا حطيت لهم شويه من الاكل اللي كان في الحله، كان موجود في البيت يعني. ودلوقتي حطيت لهم شويه برضو من العلف دوت، اللي هو العلف البادي. كان الناس يعني، كان الراجل اللي انا اشتريت منه البط والفراخ ده كان بيقول لي هات لهم علف صيني، بس انا بصراحه ما لقيتش هنا نوع العلف الصيني ده. ودول كنت جايباهم من شهر واحد اللي فات، وكنت فاكره ان هم هيلحقوا شهر رمضان. الراجل قال لي ده البط دوت نوعه بغالي او نوعه مسكوفي. فالمسكوفي او البغالي معروف ما بيقعدش 3 شهور يعني، وبيكبر بسرعه. لكن دول بصراحه غلبوني قوي. ودول مستحيل يكونوا هم بغالي او مسكوفي، لان البغالي والمسكوفي عمرهم ما بيبقى ليهم صوت كده، وفي نفس الوقت بيكبروا بسرعة. لكن دول غلبوني قوي. وحسيتهم ان هم البط العادي، مش البط البغالي ولا البط اللي هو المسكوفي زي ما بيقولوا عليه يعني. فاللي يعرف بقى في الطيور وكده يقول لي فعلا نوع البط ده ايه يعني. انا بقول ان البط ده اللي هو الشرشير العادي او البح زي ما بتسموه. بصوا يا عيني، هم هنا كانوا جعانين قوي. عمال يقول لي انت شواجري. الفراخ والبط بيضحكوا عليا وبيشدوا مني الاكل وبيجروا. حطيت لهم بقى العلف زي ما انتوا شفتوا كده، وبعدين قطعت لهم بقى الخضره. فزي نرجع بقى لكلامنا تاني. فالراجل لما قال ان ده بغالي او مسكوفي مش هيقعد معاكي 3 شهور وان انت هتدبحيه. هنا هو يعني ما شاء الله بقى لنا 4 شهور وزياده يعني. كلفوني علف كتير جدا جدا وصرفت عليهم كتير جدا. كنت جايباهم لسه عمر يوم، انا كنت جايباهم عمر يوم. فعشان وصلوا للمرحله دي كانوا خلاص يعني، خدوا علف كتير والعلف غالي وكل حاجه غاليه. بس الحمد لله يعني، بقول ربنا يبارك فيهم كده، بدأوا ان هم يعني يشدوا حيلهم شوية. كنت جايبة برضو 20 فرخة، ده اللي فايض منهم بتاع 6 فرخات بس. دول اللي عاشوا يعني. وبرضو البط كان 20، باقي منهم 10. فيعني قلت الحمد لله، ربنا يبارك في اللي موجود وربنا يعوض في اللي راح مني يعني، لان هم كانوا 20 فرخة وعشرين بطة. فمات منهم الفراخ، مات منهم باقي معايا 6، والبط باقي معايا 10. فالحمد لله يعني. بس انا يعني مش عارفة ده نوع البط ده ايه، انا مش حاسة ان هو بغالي ولا مسكوفي خالص. ما علينا. حطيت لهم بقى في المية كده برضو عيش، عشان العيش ده بيسمنهم وما يخليهمش ايه ان هم يبقوا طري وخفاف. العيش برضو زي العلف. يعني لما يكون عندك طيور وعندك عيش فايض حطه لهم، حطه لهم في الميه. البط عامه بيحب الميه وبيحب يبلبط كده يعني، فاهمين؟ فما تقوليش هدش واعمله، لا، الدشي ده لما يكونوا صغيرين تبقي تدشيه وتحطيه على العلف.
فانا هنا قطعت لهم شويه وحطيت لهم بقى الميه في العيش، واخدين بالكم انتوا، حطيت لهم العيش في الميه، وقلت بقى ايه بلبطوا كده ياكلوا بقى العيش بالميه ويعيشوا حياتهم بقى. بدات ان انا اقطع برضو للشويه التانيين، عندي بتاع 4 فرخات تانيين كبار، بس حطاهم بقى لوحدهم. انا هنا بكلمهم بقى وبقول لهم، او بقول لكم ايه، دول ينفعوكم كمان لبكره، مش هنخلص كل الخضره في يوم واحد وما نلاقيش تاني. قعدت بقى هنا قطعت كمان للفراخ اللي هم اللي جوه معايا، فراخ تاني 4 فرخات كده كبار، حطاهم في مكان لوحدهم عشان ما يعضوش بعض. الفراخ الكبيره ممكن تعض الفراخ الصغيره. لو لسه مكملين معانا في الفيديو لحد دلوقتي، ما تنسوش تحطوا لنا لايك كده، وتحطوا لنا كومنت تصلوا لنا فيه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وقولوا لي بتتابعوني من انهي بلد عشان بحب اشوف كومنتاتكم واعرف متابعيني منين يا حلوين. بحبكم جدا، وان شاء الله كده يعني اتابع معاكم فيديوهات كتير، تتابعوني في الفيديوهات الجايه. ما تنسوش بقى اللايك والمتابعه للصفحه لو اول مره تشوفوني. بدات ان انا هنا اقطع لهم بقى شويه الخضره دول، انا قطعت البط كده خلاص يعني كفايه عليهم كده يعني. فقلت بقى اقطع شويه كمان للفراخ التانية اللي انا قلت لكم حطاهم في الاوضه لوحدهم عشان ما يعضوش الفراخ الصغيره. بس ما تنسوش اللي يعرف في الطيور يقول لي نوع البط ده ايه، عشان الراجل هو بيدهوني كان مدوني على انه هو البط المسكوفي يعني، بس كل اللي بيشوفه عندي بيقول لا ده بط شرشيري او البط البح، مش زي ما انا كنت متخيله يعني. ما علينا، الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل يعني، الحمد لله خير، وكل واحد بياخد نصيبه عامه في الاول وفي الاخر يعني. بصوا يعني يعني بيجروا عليا كاني يعني مامتهم، شايفين جعانين جعانين، انا عذبتهم يوم يعني. آه، رحت بقى ان انا اكل بقى الفراخ التانية، وقلت بقى لدول ايه كفايه عليكم كده النهارده، اروح اشوف اخواتكم التانيين يعني، مش اليوم كله هنقضيه معاكم انتوا في الاوضه بتاعتكم هنا. وكان برضه عندنا كام حمامه كده كانوا عندنا، قلت احط لهم برضه شويه اكل ليهم، اللي هو التسمين بتاعهم دوت، وحطيت لهم برضه شويه ميه. بس عندنا الحمام في نفس الأوضة بتاعة البط، فساعات بيضحك على البط وبياكل من الأكل بتاعه، فاهمين انتوا اللي هو ايه، مشاركين بعض كده في الأوضة، خليكوا حبايب واقعدوا ايه مع بعضكوا كده. ودخلت بقى الفراخ التانية الكبيرة وحطيت لهم شوية من الخضرة برضو عشان ميبقاش ظلمنا حد، يبقى حطينا لدول وحطينا لدول. نفض لهم بقى الفرشة بتاعتهم وحط لهم الأكل بتاعهم، وحط لهم برضو شوية علف. يلا بقول لهم كلوا بقى واتبسطوا، عشان انتوا ايه ظلمتوا بقالكوا يومين معايا. باي باي. اروح برضه اجيب لهم شويه ميه، كلوا بقى احط لهم شويه واتبسطوا الميه هنا همت، يلا عشان باي هما باي. برضه ما لقيتش خليك عندهم ميه اسمعي. خالص، فقلت احط لهم برضه شويه ميه. وقلت لهم بقى ايه خليكوا بقى انتوا كمان احط لكم شويه علف، يلا زي بعض من نفسكم مش هيجرى حاجه. حطيت لهم برضه شويه علف. بس الفراخ دي برضه بلدي، بس دي ما جبتهاش صغيره، انا كنت جايبه الفراخ ديت بالكيلو زي ما هي كده، قلت يمكن يبيضوا ولا حاجه، يمكن ربنا ينفخ في صورتهم يعني، عشان حرمت اجيب فراخ وبط صغيرين، عشان الفراخ والبط الصغيرين بيهلكوا وبياخدوا علف على الفاضي وما بيكبروش بسرعة يعني. الواحد بعد كده يتعلم يجيب الحاجة بالكيلو احسن، هتوفر معاه وقت وهتوفر معاه علف وكل حاجة يعني. باي باي. باي باي. كلوا بقى وبسطوا وتهنوا. يلا باي باي. خليكي اسمعي. قفلت بقى عليهم الباب، حتى اللي كانوا بيصوروا قفلت معاهم الباب، قلت لهم يلا خليكم مع بعض وانتوا كمان يلا، قلت اسلم عليكم كده واقول لكم على السلامة، وقفلت حتى على اللي بيصور جوه، يلا خليك قاعد، اللي بيصور خليك قاعد كل معايا.